تفتكر الأرض ممكن يبقى حواليها كام قمر؟ أهم عامل هو المساحة. أي قمر محتاج مدار نضيف حوالينه، ولازم ناخد حاجتين في الاعتبار. لو بعيد قوي مش هيفضل ماسك في مدار مستقر حوالينا، ولو قريب قوي جاذبية الأرض هتطحنه ويبقى فوتافيت. الحدود الخارجية والداخلية دي بتحدد منطقة الأقمار بتاعتنا، حلقات غير مرئية حوالين الأرض. أي قمر زيادة لازم يعيش جواها، بس كل قمر حوالين الأرض كمان محتاج مساحته الشخصية جوه الحلقات دي، وما ينفعش المساحات دي تتداخل مع بعض زي عدائين الأولمبياد. كل واحد ليه حارة لوحده عشان ما يأثروش على بعض. وكل ما القمر كبر في الكتلة كل ما احتاج مساحة شخصية أكبر. على العموم المحاكاة بتقول إن في شوية ترتيبات قليلة بس هتكون مستقرة، يا إما لحد 7 أقمار قد حجم الكوكب القزم سيريس، أو 4 أقمار بحجم بلوتو، أو 3 أقمار بحجم قمرنا الحالي. وقتها المد والجزر ممكن يبقى أعنف، وممكن يبقى عندنا أنظمة تقويم مختلفة. وأهم حاجة إن في ليالي كتير هتلاقي السما متزينة ب3 كور منورة بيرموا ظلال جميلة على بعض. يا سلام على المنظر!